قبل ما تدوس على زرار الترويج وقبل ما تدفع أي فلوس في إعلانات ممولة لازم تفهم حاجة مهمة جدا. الإعلانات الممولة مش حظ، لأ، ومش لعبة برضه، لأ، الإعلانات الممولة نظام كامل. لو فهمته صح هيبقى مصدر دخل ليك، وفي الكورس ده هعلمك النظام ده من أوله لآخره. بس قبل ما نروح للشرح يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين. وفيديو النهاردة زي ما وعدتكم هيبقى تمهيد للكورس اللي قلت لكم عليه، اللي هو كورس التسويق الرقمي والإعلانات الممولة. بس قبل ما نخش في الكورس لازم تفهم يعني إيه إعلان ممول. الإعلان الممول ببساطة هو إنك بتدفع فلوس علشان توصل منتجك أو خدمتك لناس معينة أو مهتمة بالخدمة دي أو بالمنتج ده. لكن فرق بين واحد بيكسب وواحد بيخسر مش في الدفع، لا، الفرق في الفهم. لو فهمت السيستم المنصات اللي شغال عليها في الإعلانات صدقني هتكسب ذهب. في 3 عناصر أساسية لازم تبقى فاهمها من البداية: المنتج أو العرض رقم 1، رقم 2 الجمهور المستهدف ودي نقطة مهمة جدا، ورقم 3 الرسالة الإعلانية أو إعلانك، الرسالة اللي بيوصلها للجمهور عبارة عن إيه. لو عنصر واحد فيهم غلط الإعلان هيفشل حتى لو الميزانية كبيرة جدا. طيب، ليه ناس كتير بتخسر في الإعلانات؟ أكتر 3 أخطاء بشوفها: إن في واحد بيعمل استهداف عشوائي للجمهور، ودي مشكلة كبيرة جدا. لازم تحدد جمهورك الصح علشان تعرف تبيع المنتج بتاعك للشخص الصح. لو عرضت منتجك على جمهور مش مهتم مش هتعمل طبيعي يعني مبيعات. رقم 2 إن مفيش تحليل للنتائج، أو معظم اللي بيحللوا النتائج بيحللوها بطريقة غلط. دي مشكلة برضو كبيرة. لازم تحلل نتائجك بدقة وتعرف هل استهدفت جمهور صح ولا لا. تعرف تشوف عدد الزيارات، مثلا عدد الكليكات على اللينك الخاص بالمنتج بتاعك. طيب، رقم 3 بيعمل إعلان مرة ويستنى معجزة. دي مشكلة كبيرة جدا، إن هو بيعمل الإعلان ويسيب الإعلان شغال زي ما هو شغال، وبيستنى نتيجة أو عايز يعمل مبيعات. دي مشكلة كبيرة جدا. في مقولة بتقولك: من الغباء أو أن تفعل نفس الشيء وتنتظر نتيجة مختلفة. دي معناها أن أنت ما تعملش كل مرة نفس الفعل بتاعك وتيجي تستنى نتيجة تانية. لا، دي مشكلة كبيرة، إنه بيعمل إعلان مرة ويستنى منه مبيعات. لا، لازم تجرب في الإعلان مرة واثنين وثلاثة. طيب، الإعلانات الممولة عبارة عن علم زائد أرقام زائد اختبار. لو نجحت في ال3 حاجات دول بشكل جيد صدقني هتعمل مبيعات وهيبقى عندك البيزنس الخاص بيك. مش إنك تضغط على زرار وتستنى فلوس تنزل، لا، الإعلانات الممولة بكل بساطة مش كده. طيب، هنتعلم إيه في الكورس؟ في الكورس ده هنمشي خطوة بخطوة. هتفهم ازاي منصات الاعلانات بتفكر، ازاي تختار الجمهور الصح، ازاي تعمل حملة اعلانية باحتراف، ازاي تقلل تكلفة النقر على اللينك الخاص بيك، ازاي تقرا النتائج وتعدل عليها، ازاي تاخد اكتر او اكبر استفادة باقل ميزانية. هشرح عملي قدامك وهطبق امثلة حقيقية وصدقني هتستفاد، فاشترك في القناة. طيب، أهم عقلية لازم تبدأ بيها: الإعلانات مش هدفها تصرف أقل، لأ. في ناس بتصرف أكتر وبتعمل نتائج، وفي ناس بتصرف أكتر وما بتعملش نتائج. هدفها إنك تحقق عائد أعلى من اللي بتدفعه. يعني دفعت 1000، لأ، أنا عايز ال1000 دي، مثلا بسوق لمنتج رقمي أو كتاب، ال1000 دي عارفها مثلا هتجيب لي 30,000 بعد كده لما المنتج بتاعي يتباع. يعني لو دفعت 100 جنيه وجابوا 300 يبقى الإعلان ناجح حتى لو التكلفة شكلها عالي. طيب،
في النهاية أحب أقول لك دي كانت نبذة بسيطة أو تمهيد للكورس عشان تعرف يعني إيه إعلان ممول في البداية. ولو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.